السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا مش محتاجة أقول إنكم وحشتوني كتير جدا من الحلقة اللي فاتت، ويلا بينا نشوف حلقتنا المرة دي بتتكلم عن إيه أو إيه اللي هيحصل فيها. بس قبل ما نشوف حلقتنا بتحكي عن إيه، ما تنسوش تصلوا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. ويلا بينا نشوف إيه اللي هيحصل مع آسيا وجاسر وباقي أبطال روايتنا. يلا بينا. جابت هي الأدوات الطبية وبدأت إن هي تعمله على الجرح اللي هو في دماغه، وقعدت وقالت له: المهم، أنا كنت عايزاك في موضوع مهم. اتفضلي يا ستي. "أمم، أنا شفت حازم في الحفلة." بالظبط هو اللي عمل فيا كده. نعم؟ مش فاهمة يعني. أنا كنت رايحة أقبض على عصابة كانت بتعمل يعني مخدرات وحاجات زي كده، فانا لما جيت رحت ومسكتهم لقيتهم في وسطيهم. ما اعرفش هو كان بيعمل ايه. مم. بس ما اظنش اللي هو كان ممكن يشتغل معاهم. ما اعرفش بقى الصراحة، بس اكيد هعرف. مم. طيب، انا شفته في الحفلة وقال ان هو متجوز. متجوز؟ ايوه متجوز. انا مالي متجوز؟ لا مش ده الموضوع. افرض لو اسيا. نعم؟ معقول اللي انت بتقوليه ده؟ ايوه، افرض لو اسيا هي مراته. لا مش معقول. امم على حسب كلامك ان هي عايشة. اسيا عمرها ما هتموت. نعم؟ قصدي يعني ان اسيا، يعني اسيا عمرها ما هتموت غير قدامي واكون انا معاها. أمم، طيب، الواضح انك تعبان قوي ومرهق. ايوه فعلا، بس انا مش هسكت غير لما اعرف هو عايش فين اصلا. والله ما اعرف. انا ما اعرفش هو عايش فين، بس اكيد هنعرف ان شاء الله. بس لحد دلوقتي خد بالك، مراته مجهولة خالص. حتى هو بيمنحها عن الصحافة والناس اللي بتصور. للدرجة دي؟ ايوه، عشان كده بقول وشك ان هي ممكن تكون اسيا. ما اظنش. ممكن يكون واحدة تانية وهو مش عاوز يوريها للناس. طب ليه هيعمل كده؟ ما هو كان اسيا قبل ما هي كانت تشوفك على حسب كلامك كان بيوريها للناس، وكمان بيوضح لهم ان هم عايشين حياة جميلة جدا. مم. وبعدين ده مخلف منها. نعم؟ عند أسيل كانت قاعدة هي في أوضتها وكانت بتتفرج على التلفزيون لحد ما لقيت إن الموبايل بتاعها بيرن. فتحت هي الموبايل وظهر على وشها ابتسامة. لما قالوا البنات إن هما مستنيينها تحت، نزلت هي بالبيجامة وهي لابسة البيجامة، وهي نازلة على السلم كانت هتقع، لكن جبل مسكها وضمها ليه. بص في عينيها الجميلة، كانت عينيها ما بين البني الفاتح كده شوية، تحس ان هي ما بين كده المود الابيض والبني. كان شكلها جميل جدا، وشعرها الاصفر الطويل الحرير كان شكلها جميل قوي بالنسبة لفهد اللي كان سرحان في عيونها. عيون أسيل اللي هي كانت بتبص عليه وعلى شكله وملامحه الجذابة. بس مش مهم كل ده، أهم حاجة روحه، وهل هو ممكن إن هو يتعلق بيها، ولا ممكن تكون كل دي حركاته بس، لكن بعد ما تديله فرصة تتصدم من حاجات تانية. بعدت عنه هي وقالت: شكرا، أنا ما كانش قصدي. لا عادي يا أسيل. تمام، أنا صحابي جايين هنا. عادي، عادي، براحتك. أنا كده كده رايح الشركة دلوقتي. تمام، ماشي، سلام. ماشي سلام. فعلا هو سابها ومشي. اما عنها هي فبصت لتيفو وظهر على وشها ابتسامة بتلقائية. هزت وشها يمين وشمال وهي بتقول: ايه ده؟ معقول؟ لا، ايه ده مستحيل. مشيت وهي عمالة تقول لا وتهبل بالكلام لحد ما وصلت عند البنات وقامت الحراس اللي هم يدخلوهم. ظهر على وشها ابتسامة وحضنتهم وهما بيصرخوا في وش بعض. كانوا مبسوطين جدا كأنهم بقالهم سنين ما تقابلوش، برغم ان هم على طول بيتكلموا وكتير جدا بينزلوا يخرجوا مع بعض. بس الصداقة تبقى هي الصداقة.
والشوق بيفضل كأنه هو نفس الشوق في كل مرة بيتقابلوا فيها.